هلو هلو، أنا بوسي طه. طبعا من شكلها بيتكلم. بما إن الأسعار بجد بقت غالية قوي وفي تزايد كبير، فقررت النهاردة إن أنا أعمل معاكم النهاردة حلاوة المولد وبنص كوباية بس من السكر. هنعمل كل الكمية الخطيرة دي وهنعملها زي بتاعة برا كمان وأحلى، وهقول لكم إزاي تطلعوها كده مقرمشة وخطيرة وحاجة بقى كده مضمونة في البيت، وهتعملوها بكل سهولة، مش هتاخد في ايديكم وقت خالص، وفي أي وقت حابين تعملوها وهتبقى سهلة خالص معاكم. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في طاسة سخنة بقى على النار هبدأ أنزل بنص كوباية من السكر، وهنزل عليهم بربع كوباية من المية بالشكل ده كده، وبنزل عليها بنفس الطريقة اللي أنا نزلت بيها كده، وبقلب بقى بالشكل ده كده لحد ما السكر اللي معايا كله يدوب على نار متوسطة. بالشكل ده كده بفضل أقلب لحد ما السكر اللي معايا كله يدوب. كل ما بتقلبه كل ما القوام بيبدأ يتقل معانا كده بالشكل ده. بتفضلوا تقلبوا فيه، ما بتشيلوش ايديكم منه ابدا علشان خاطر ما يخرجش معاكم. اول ما يوصل للشكل ده ببدأ اضيف معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وممكن تضيفوها في الاول خالص على حسب راحتكم. هي ما بتفرقش في الوقت، ممكن اضيفها في الاول مع السكر والمية، وممكن اضيفها لما يبدأ يتقل معايا كده. اهم حاجة ان انا اقلب فيه باستمرار. طب لو مش موجود عسل جلوكوز ممكن استبدله بعسل ابيض، بس العسل الجلوكوز التست بتاعه بيبقى اعلى وبيديني نفس الطعم بتاع المحلات بالظبط. بقلب فيه بقى كده باستمرار بالشكل ده كده. هنا كان بدأ يتقل معايا كده بالشكل ده، هبدأ ان انا اعمل له تيست. بجيب طبق فيه مية وببدأ ان انا اضيف نقطتين كده من العسل بالمنظر ده. لو لقيتوها طرية معاكم كده بالشكل ده يبقى هو كده لسه فاضله شوية. هسيبه كمان 3 دقايق كده على النار، وافضل اقلب فيه كده باستمرار بالشكل ده علشان خاطر ما يتحرقش منكم، ودي خطوة مهمة جدا. في الوقت ده بقى معايا ربع كيلو من الفول السوداني، هبدأ ان انا احمصه كده بالشكل ده علشان خاطر اطلع كل الرطوبة اللي فيه. ولازم الفول السوداني يبقى معايا سخن مع الشربات، والشربات كمان بيكون سخن، لازم الاتنين يكونوا سخنين. فبحمصه كده بالشكل ده، منها ان انا بحمصه ومنها ان انا بطلع الرطوبة اللي فيه بالشكل ده كده. ده شكل الشربات بتاعي كده بعد ما تقل بالشكل ده. هبدأ اعمله تيست تاني دلوقتي، واضيف كده معلقة صغيرة من الشربات بالمنظر ده. بصوا مش بتتكسر معايا خالص، اكنها ازاز بالظبط. هو ده القوام المطلوب. هنزل بالفول السوداني بقى على الشربات بالشكل ده، وهقلبه بسرعة جدا علشان خاطر ما يكتلش منكم بالشكل ده كده. ده كله بيكون على نار هادية. بقلبه كده لمدة دقيقة مش اكتر، لحد ما يعمل معاكم خيوط كده رفيعة بالشكل ده كده. هو كده يبقى تمام. في طبق كبير بقى عندكم او في صينية ايا كان، ببدأ ان انا ادهنها زيت كده علشان خاطر ما يلزقش مني. ببدأ ان انا اضيف كده الفول السوداني بالشكل ده. لازم في الوقت ده تكونوا سريعين جدا علشان خاطر ما يكتلش منكم. وفي الوقت ده بيكون معايا بكون دهناها برضو من الزيت. ببدأ انزل كل الكمية اللي معايا كده، وابدأ ان انا بقى افردها كويس جدا علشان خاطر لو انتوا مش حاطين فيها زيت هيفضل يلزق منكم كده وهيطلع منكم في المعلقة. لازم تكونوا دهنينها كده بشوية زيت كده بساط، تبدأوا تفردوا فيها كده بالشكل ده وتشكلوها كده بالشكل ده كده، وتقطعوها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه بالشكل ده كده. انا قطعتها الاول بالطول وبعد كده بقطعها بالعرض بالشكل ده كده. ممكن تشكلوها بأي شكل انتوا حابينه. لازم تعملوا كل الخطوات دي بسرعة جدا علشان خاطر ما تنشفش منكم. لازم تعملوها وهي سخنة كده بالشكل ده. ولو انتوا حابين تعملوا فيها خطوط وقطع زي بتاعت بره كده، بتبدأوا تعملوا فيها خطوط كده بس مش بتوصلوا السكينة للآخر بالشكل ده كده. وبغطيها بكيس تلاجة كده وبسيبها لمدة ساعتين. يلا بينا على تاني حاجة وهي السمسمية. هنزل بنص كوباية من السكر وعليها ربع كوباية من المية بالشكل ده كده. ببدأ ان انا اقلبهم كويس جدا كده مع بعض. ايدي ما ببطلش تقليب فيهم خالص علشان خاطر ما يخرجش معايا. بدوب كل السكر كده بالشكل ده والنار بتكون متوسطة. وهنا هنزل بمعلقة من العسل الجلوكوز الكبيرة، وهنزل كده بيها في البداية بالشكل ده كده عشان اوريكم ان هي ما بتفرقش خالص. انزلوا بيها في البداية او انزلوا بيها لما يبدأ يتقل معاكم، الاتنين هيديكم نفس التست بالظبط. ببدأ ان انا ادوبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما يبدأ يغلي معايا كده بالشكل ده. في الوقت ده برضو بعمل له اختبار عشان تتأكدوا. معايا كده طبق المية، ببدأ ان انا انزل فيه كده بنقطة من الشربات بالشكل ده كده. بشوفها كده بايديا. بصوا لسه بتتفرد معايا كده ولينة، يبقى هي كده لسه فاضله شوية. هسيبه كمان دقيقتين كده على النار.
طول ما انا بقلب بلم اللي في الجوانب كده بالشكل ده علشان خاطر ما يسكرش معايا تاني بالشكل ده كده، واقلب فيه كده باستمرار. معايا ربع كيلو من السمسم الابيض، هنزل بيه كده في الطاسة سخنة ويكون على نار متوسطة. هقلب فيه كده بالشكل ده لحد ما يتحمص معايا كده لمدة 3 دقايق على النار. ولازم يبقى ايديكم فيهم كده على طول عشان ما يطلعش معاكم غامق بالشكل ده كده. لازم كده تفضلوا تقلبوا فيه كده بالشكل ده. وبأكد عليكم ان لازم يكون السمسم سخن ولازم يكون الشربات سخن، دي خطوة مهمة جدا ان هو يكون ناجح معاكم. ده شكل الشربات بتاعي كده بالشكل ده. بصوا خلاص كده بدأ يتقل معايا كويس جدا. هعمله الاختبار تاني كده بالشكل ده. هضيف كده نقطة كده من الشربات. بصوا كده خلاص هنا بقت عاملة معايا زي الازاز كده بالظبط، مش بتتكسر معايا. هو ده كده القوام المظبوط. هبدأ انزل عليه بقى كده بالسمسم، والسمسم لازم يكون سخن بالشكل ده كده. وبقلب فيه بقى بسرعة جدا علشان خاطر ما يلزقش مني. وفي الوقت ده لازم تكون النار هادية، ما بياخدش معاكم دقيقة على النار بالشكل ده. قلبوه كده كويس جدا لحد ما يندمجوا كويس جدا مع بعض بالشكل ده، لحد ما يوصل معاكم للشكل ده كده ويبدأ يلزق كده منكم. معايا صينية كده بالشكل ده بكون دهناها برضو بنقطة كده من الزيت، وبنزل عليها كده بالسمسم بالشكل ده. دي يكون معايا المعلقة التانية بكون دهناها كده بنقطة من الزيت. ببدأ انزل كده كمية السمسم بالشكل ده وافردها كده كويس جدا. بعمل كل الخطوات دي وهو سخن عشان يبقى سهل معايا. شكلوها كده كويس لحد ما تحسوا ان هي بدأت تتساوى معاكم. وفي نفس الوقت بقى ببدأ اقطعها كده واشكلها كده بالسكينة. هقطعها الاول كده بالطول بالشكل ده كده، وبعد كده بقطعها بالعرض بالشكل ده. ممكن تعملوا فيها خطوط برضو كده بالشكل ده زي بتاعت برا كده. لو مش حابين ممكن تسيبوا القطعة زي ما هي. وهغطيها كده بكيس تلاجة. معايا ربع كيلو من الحمص بحطه على النار كده لمدة دقيقتين عشان يطلع كل الرطوبة برضو اللي معايا. انا اوريدي الحمص اللي كان معايا كان متحمص، فمش هسيبه على النار كتير، يدوب بس كده يسخن معايا بالشكل ده كده. وبكرر نفس الشربات اللي احنا عملناه وهنزل عليه كده بالحمص بالشكل ده كده، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. لازم تكون ايديكوا سريعة جدا في الخطوة دي بالشكل ده. لو انتوا حابين تكبروا الكمية بتضاعفوا المقادير وبجد بيطلع معاكم مظبوط كويس جدا. بقلبهم على النار لمدة دقيقة. اول ما تبدأ تلزق معاكم كده بالشكل ده، هو ده كده القوام اللي احنا عايزينه. بساوي الحمص بقى بالشكل ده كده وببدأ ان انا اقطعه كده بالعرض، وبعد كده بقطعه بالطول. وزي ما قلت لكم التقطيع ده بتاعكم، ممكن تقطعوا اي قطع انتوا حابينها. وبكده نكون عملنا احلى 3 وصفات لحلاوة المولد، وبجد سهلة وسريعة وخطيرة، وهتطلع معاكم احلى من اللي بتشتروها من بره كمان. ويمكن الطعم احلى كمان، وحاجة مضمونة في البيت وانتوا اللي عاملينها، وبتكلفة اقل بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. عملنا السمسمية والحمصية والسودانية او الفولية زي ما بتقولوا عليها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اعملوها كده في البيت وفرحوا البيت، وبجد هتحسوا بفرحة وبهجة كده مش عادية. بصوا شكل الحمصية عامل معانا ازاي، والسمسمية كمان شكلها خطير ومقرمشة معانا. هسيبكم تسمعوا الصوت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.